خليك واضح مع نفسك، خليك صديق لذاتك. أهم هدف عندك في الحياة شيئين اثنين: اخلق بصمة في الحياة لنفسك، واختر مكانك في الآخرة. هذا هو اللي مطلوب منك ترى في كل رحلة حياتك وتعاملاتك مع الناس كلها. اجعل هدفها الوحيد سبحانه وتعالى رضاه، لكن لنفسك عليك حق. انتبه، لا تخطي في حق ذاتك. انتبه، حاول دائما تحط حدود واضحة، وارسم حدودك الواضحة اللي من خلالها تقدر تعيش سليم مرتاح متعافي من جواتك. سلام البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، نرحب بكم وحده بوحده وين ما كنتوا داخل او خارج الوطن في قناه بافي كيوتي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا عليه يا البنات. هلا جيتكم فيديو جديده كلها طاقه ايجابيه، فيديو بزاف شابات. تبعوا حتى الاخر، سوقتوا الفنيانات دياولي اللي راهم عدسانين. نقول لكم غيستي برونشي. فوالا شوفوا لهنا، بناتي كانت عندهم رحلة، راهم واجدين دربوكاتهم فرحانين. واش نحكي لكم، هادو الصباح مش طلعوا شعرهم ولبسوا هكذايا وراحوا. يعني هاد الرحلة ينظمها ليكول، يروحوا يجوا للبيس ويديهم. ومن بعد أنا شربت قهوتي، الله الله، وسكت واش صرا فيا. كنت دايرة بروغرام هكذا، واش راح ندير، واش راح نطيب. كان عندي واحد الشغل هكذا كنت راح نخدمه. المهم كانوا في راسي بزاف حاجات، حتى صارت لي واحد الدقيقة يا البنات راني صورتها لكم. قعدوا تشوفوها معايا. الوغ لهنا نخليكم مع القهوة ونشهيكم بها. هاد الكاطو جابته لي اختي، كما تعرفوا هي تخدم العراس فوتوغراف، الوغ دايما تجيب لي لاباغ تاع الكاطو. تعرفني بلي من داك تنفح ليها كناكل حاجه حلوه. كما قلت لكم هويت الدنيا، حليت البالكون ديالي، خرجت فراشي هكذا يتشمس الله الله. و جيت هنا سقيت نويوراتي، شوفوا ما شاء الله. هاد لي باز غرستهم لي مرت شيخي، فوالا، وكبرتهم لي عندها. بعد كي كبروا جابتهم لي. عندها شحال ملي غرستهم لي. هاد النبتة اسمها القرنونة. ودوكا شوفوا واش صرالي. درت الماشينة تمشي حتى سمعت هذا الصوت، سمعتها تخبط، واحد الخبطة جامي سمعتها. بلي تكسرت لها كاش بياسة. شوفوا هاد لاباج هما اللي سقموها لي. الوغ يا البنات قعدت سمانة وانا نقول له لراجلي يجيب لي واحد يسقمها لي، ولا ندوها ولا كيفاش نديروا لها. هو لاتي مع الخدمه. ومن بعد هذيك خلط حتى طحت في هاد لاباج، خلطت في ماركت بليس. حتى طحت في هاد لاباج يا البنات. كونتاكتيتهم، بعثت لهم نيميرو تاع راجلي، فيكسيت معهم رونديفو. قالوا لي وقتاش تحبين نجو عندك، وقتاش ما يساعدك الحال. قلت له في اقرب وقت. على بالكم بلي الماشينه مهمه، تعرفوا الديموراليزي، كرهت حياتي. فينالمون بعثوا لي هاد لي دو جان، الله يبارك عليهم. جاو جابوا البياسه، باسكو بعثت لهم انا هذيك لا فيديو. عرفوا واش بها الماشينه، بيان سور رسموا هذاك الحس. جابوا لي البياسات اللي تكسروا منها وجاو خدموها لي، جاو لو جور مام، يعني يعطيهم الصحه ما شاء الله. جابوا الماتيريال تاعهم خدموها لي، فرحوني كي نقول لكم. واش نحكي لكم، هاي لك هذه هي البياسه اللي تكسرت لها من لا شارج، بيان سور قالوا لي من لا شارج. هما راحوا يا البنات وانا نط. درت واحد الخلطه، قلت ندير لهم واحد الخلطه تاع الزجاج، وما نسيق الصلدبه. شتو كيفاش كانت مع الخدمه بيان سور. هاد الخلطه بزاف هايله للزجاج والترسبات تاع الصلدبه. فيها كاس ماء، كاس خل، فوالا، ومغرفه تاع ايزيس. تقدروا ديروا غير هاد الخلطه. انا زدت لها شويه تاع الملمع تاع الاواني، وزدت لها مغرفه تاع لاسيسيتريك. هذه هي. شوفوا البنات راني نهضر غير بشويه باسكو درت لكم المونتاج في الليل باش نحط لكم لا فيديو. فوالا، تخلطوا كلش مع بعض وديروها في الفابور. قلت لكم لا ما عندكمش هذا ما ديروش هذا، اللي عندها ماشينه تاع الماء تشريه. فوالا لا فيسل يكون عندها هاد الملمع تاع الاواني، ليكيد دو غانساج.
زدت لها من غير فلا سيسيتريك، ملح الليمون هذا تلقاه عند اللي يبيع دوزان الكاطو، تلقاوه عندها، يعني مليح ينظف، هو منظف. فوالا، ما تخلطوش برك لاجافيل، بالك وتخلطوا لاجافيل باسكو تطلق لكم واحد الغاز يقتل كي تخلطوا لاجافيل مع الخلق. شوفوا وبحثوا عليها وتشوفوا. فوالا، نخلطو كيما هذا ونروح نفابوريزي كامل هذيك الزجاجة تاعي، خليتها هكذا بالعاني تضبب باش تشوفوا لافون اي لابخي، باش تعرفوا مصداقية هاد الخلطة. بزاف هايلة، راح تنقص عليكم تعب كبير. انا دايما نستعملها سورتو في الزجاجة تاع الصال دو بان، تعجبني بزاف بزاف. ترشوا هكذا كمية معتبرة وتخليوها. البنات تعرفوا بلي هاد الترسبات تاع الصابون وتاع الصال دو بان، ميم كي ترغونوها زعما تحكميها ترغونيها، كي تشلليها تلقاي مازال لي تخاص، فهمتوني؟ ما تخرجش تبرق. مي مع هاد الخلطة تخلوها شوية هكا ومن بعد تمسحوها برك تولي تبرق. انا واش ندير؟ عندي هذاك الفخوطوار الصغيور، نجبد كامل هاد الخلطة به ومن بعد ندير لها رغوة خفيفة، يعني رغوة خفيفة تكفيها، هي تخرج تبرق بلا رغوة، بصح انا نحب ندير لها رغوة خفيفة. كيما راكم تشوفوا عمرتها وين نشوفها مضبطبة بزاف، نزيد لها هاد البخودوي. وشوفوا هنا كي نجبد، يعني غير تجبدوه راح يروح معاكم كامل هذوك اللي تخاص. فوالا حبيباتي، بهاد الطريقة اني نزيد نوري لكم. شوفوا كيفاش هذوك اللي تخاص يتمحاو، يعني مازال ما حكيت ما والو. اعتمدوها يا البنات، وصفة رائعة رائعة، راح تريحكم، يعني تفابوريزيو بها كامل السجاد تاعكم، سورتو اللي عندها هذا النوع في صال دو بان. يا ربي 5 دقائق ولا 10 دقائق تولي ليها تجبديها راح يروحوا كامل. وين شفتي ما قصتيش ولا زيدي نورمال، زيدي عاودي رشيها جبدي. ومن بعد قلت لكم ندير لها رغوه خفيفه ونشللها. الله الله واش نحكي لكم عليها. يا محلى النقال لو كان يبقى. تالمو كنت فرحانه كي سقموا لي هذيك الماشينه، نط نجري جاني واحد النشاط يا البنات. تالمو سمانه ما غسلتش الحوايج، طميت وجا سله. ومن بعد كي غسلت صال دو بان كامل ونقيتها ومسحتها، بديت درت لافاج الاول والدوزيام والطروازيام، ولا غير الحق عليا الليل وانا مازالني نشرت فوق البيبان في البالكون. واش نحكي لكم، كلش والحوايج ما نحبهمش كي ينطموا، باسكو علاش نولي نجبد هذاك الغيزاف ومن بعد يتلم لي الجبل تاع الطويان، وانا دايرت لهم شغل بروغرام، يعني اللي نغسلها نطويها. شوفوا الماعن ما نخافهمش كيما الحوايج يديروا لي الدوخه، مي الماعن نورمال نديرهم داخل لي فيغ دوا من داك نغسلهم، هذاك الا ما قدرتش نحطهم في لافيسال. بصح الحوايج واش نحكي لكم. قولوا لي شكون اللي تكره الطويان كيما انا. فوالا شوفوا رغوتها تخي تخي بيان وشللتها هكذا، تشليله تبرد القلب. الوغ اللي عندها زجاجة كيما تاعي تروح ليها وتسيي فيها هاد الخلطة وترجع لي بالخبر، تكتب لي رايها في لي كومونتير. فوالا ميم هاد الخلطة مليحة بزاف للعيون، يعني العين كي تكون هكا مضبة ولا عمريها وخليها شوية من بعد حكي راح تخرج تشعل، يعني تشعل كيما نقولوا حنايا. فوالا حبيباتي، ان شاء الله تكون هاد لا فيديو عجبتكم. شوفوا مام هنا الكوانات تاعها عندي هاد الشيته الرقيقه، شحال نحبها من جهه حديد ومن جهه نورمال بلاستيك، تدخل في البلايص هكذا اللي يكونوا ضيقين. فوالا شوفوا هنا من داك يجي مام الماء كيما حنا الماء تاعنا من داك يجي حمر، يجي شغل هكا فيه التراب ومن بعد ييبس يعني في الكوانات. شوفوا يعني كي تحطوا هذيك الخلطة راح يروح كلش. هنا كي كملت شللتها عاودت جبتها هكذا زدت لها مسحة، وهنا تقدروا مع الاخر تمسحوها بالبرودوي تاع الزجاج. انا ما مسحتهاش صراحة، وشوف الله يبارك كيفاش هي تبرق اون ديغي ما كاش كامل سجاجة،
فوالا هنايا مغلوقة راهم زوج بيبان، مي تقولوا كامل ما كاش زجاجة تالمو اللي خرجت تشعل. بعد هنا وين كانوا نقاطي هكا تاع الماء زدت مسحتهم. تقدروا تعاودوا تمسحوها كامل بالبرودوي تاع الزجاج، مي هكذا راهي يعني بيان. انا وغير وين قعدوا نقاطي هكذا مشمخين مسحتهم. بعدها درت لهنا درت لها هكذا رغيوه خفيفه للصال دو بان. ما نحبش ندير لها بزاف الصابون باسكو راهي كاينه هنا الماشينه. حاجه الاولى، حاجه الدوزيام ما عنديش مجيريه. شتو هذيك المجيريه صغيره ما يروحش فيها الماء، ماشي ما يروحش، جايه مايله، فهمتوني؟ تسمى الماء نخرجو، شوفوا الماء يحبط من جهة الباب ما يروحش من جهة المجارية. اسمها اللي خدمها لنا ما خدمهاش مليحة، نورمالمون الماء يروح ديريكت للمجارية. الوغ شوفوا راهم حجر الماء. فوالا نورمال انا ما عنديش مشكل باسكو عندي واحدة اخرى في حاجاكم في لي تواليت قدام صال دو بان. نخرجو ديراكتومون ومن بعد جيت لهنا مسحتها بيان سور كيما ديمونطاوها ومسوها كامل. جوزت لها هكذا مسحة خفيفة بهذا فورس اكسبراس. تمسحوا به كلش يعني. ولي سقساوني بزاف على الماشينه اسكو مليحه، انا مليحه يعني ملي شريتها عندي قريب عامين، اكثر من عامين يعني. آه صار لها والو غير هاد الخطره اللي دارت لي هاد الكارثه. مي قالوا له العجلي من لاشارج، قال لي هي ترفد 10 كيلو تحبي تشدلك ديري لها ماكسيموم 3 كيلو. قال لي لا قدرتي ديري لها 2 كيلو حتى 3 كيلو. قال لي باسكو هي كي تحطي فيها 6 كيلو لازم لها 6 كيلو تاع الماء، تسمى تولي ترفد 12 كيلو، فهمتوني؟ تسمى لا ديري لها 5 كيلو تاع حوايج ترفد 5 كيلو تاع الماء باش تغسلهم. قال لي سما تولي شغل تفورسي. قال لي الا حبيتيها تشد لك بيا الماشينه قسميهم على زوج، يعني في العرض ديري لافاج تاع 5 كيلو ولا 6 كيلو تفورسي الماشينه تاعك، قسميهم على زوج وديري دو لافاج. قال لي راح تشد لك اكثر من 10 سنين. فوالا حبيباتي انا كملت فرشت لي تابي بيان سور. هذا التابي شحال نحبها تاع السربيته كي نخرجوا يعني نلقاوها. حطيت هكذا هذاك الطبق اللي شريته شاركته معاكم، حطيت تما صابون تاع الماشينه. هذه هي النتيجه حبيباتي. ان شاء الله تكون عجبتكم. شوف الله يبارك كيفاش راهي تبرق ما شاء الله. فوالا انا نحب كي نكمل الشغل ونفرش لي طابي. داري كامل معمرة بلي طابي تاع الكولوار تاع الشومبرا، وين نروح نفرش لي طابي في الكوزينة. نحب لي طابي نحسهم شغل يطموا هكذا الدار والتسياق يشدلك، يعني سورتو كي تسيقي وتفرشي لي طابي تحس الدنيا راهي نقية وما حش تتوسخ تمتم، فهمتوني؟ ونحب لي طابي اللي يدخلوا في الماشينه، ما نحبش هذوك لي طابي اللي نغسلهم بيدي، يعني عندي غير هذوك الخفاف اللي نديرهم في الماشينه. هذوك لي طابي تاع بكري اللي نغسلهم بيدي ما نكذبش عليكم كانوا عندي في شومبر تاع البنات رميتهم، في شومبرتي هذوك الثقال نحيتهم. وليت ندير غير الحاجه الخفيفه اللي تساعدني وما تعيليش وتحافظ لي على صحتي، الحاجه اللي تهلك لي صحتي واللي نخدم عليها كاع نحيتها يا البنات. فوالا قلت لكم هنا بديت نغسل غير بشويه وننشر. نغسل بشويه وننشر حتى كملتهم كامل. قلت لكم طاح عليا الليل وانا مازالني مازالني نغسل. مي تهنيت خليتهم نشفوا بيان ومن بعد طويتهم. واش نقول لكم، رحمه ربي والماشينه رحمه نتمناها لكل وحده. فوالا يعني حاجه ضروريه في وقتنا هذا، يعني مع الصحه قيس قيس. واحد مستحيل يغسل حاجة بيديه كما أنا مستحيل نقدر نغسل حاجة بيديا. ولا هنا رجليتها 39 دقيقة. تخرجهم هايلين، تخرجهم ناشفين، تغسلهم وتشللهم. والبروغرام الصغير تاعها تاع دي بغونت انتيلكت 25 مينوت، يعني 25 دقيقة. لا حبيتي ديري لافاج صغير هكذا خفيف 25 دقيقة. فوالا هنا راهي الدور عاود ولا لها الحس تاعها ولا لها صوتها. فوالا هنا كانت غسلتهم جبتهم. شوفوا راني ننشر في الليل
الحمد لله على النعمة، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. فوالا سورتو حوايج البنات، أنا شوفوا الحوايج ماهمش مسخين بزاف، يعني كل يوم يبدلوا بناتي، كل يوم من داك راجل يجي يبدل ويعاود يولي للخدمة، يعني يبدلوا سوفون، يعني حوايجهم ماهمش هادوك المسخين ولا المدبوغين، حوايجهم شغل فيهم غير ريحة حاشاكم العرق ولا. المهم هنا درت عشا خفيف ظريف. كان عندي هكا طريفات تاع الدجاج درتهم شطيطها وقليت لهم بطاطا. هدا ما كان يا البنات. راكو تعرفوا واحد حتى كي تكون تخدم هكا شغل ولا تعيا مادا بيها غير كوكوطه وتغلق. فوالا شاهدكم في الجنة عميراتي، قليت لهم معهم حبيبات تاع الحار وهكذا فرغت. يعني كل ما انا نحب ندير لهم هكا بطاطا باش نزكيها، يعني هما يحبوا تاني لي فغيت يموتوا كي ندير هكا شطاطح، يحبوا لي فغيت معاهم. والله حبيباتي نقول لكم لهنا لحقنا لافان تاع لا فيديو. ما تنساونيش بجام الفينيانات تاوعي ديروا لي جام، ولا عندكم اي اسئله على الماشينه قولوها لي، راح نجاوبكم في الفيديو الجاي، ولا نعاود نجاوبكم في الكومنتار واش قدرت يعني. نقول لكم الى اللقاء. خليك واضح مع نفسك، خليك صديق لذاتك. أهم هدف عندك في الحياة شيئين اثنين: اخلق